السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من المؤسف أن يتحول بعض الأشخاص إلى مشجعين دائمين لكل من يواجه المنتخب المغربي، لا حبا في كرة القدم أو فيما تقدم المنتخبات، ولا وفاء لمنتخبات أوطانهم، بل بدافع الحقد والكراهية. أي منطق هذا الذي يجعل إنجازات المنتخب المغربي تؤرقكم أكثر من إخفاقات منتخباتكم الضعيفة؟ وأي عقلية التي لا تستيقظ إلا عندما يكون منتخب المغرب طرفا في مباراة في كرة القدم؟ إن من يترك منتخب بلاده ويجعل همه انتظار سقوط المنتخب المغربي لا يمارس التشجيع، بل يمارس التعصب الأعمى والمريض. والأسوأ من كل هذا يلجأ إلى نشر الأكاذيب وإطلاق الاتهامات الباطلة واستعمال البلطجة أو أوصاف خطيرة دون أي دليل، فقط لأنه عاجز عن تقبل نجاح المنتخب المغربي. إن اتهام الشعوب والمنتخبات بالخيانة أو إطلاق نعوت مهينة لمجرد خلاف رياضي بسيط ليس شجاعة ولا حرية رأي، بل انحدار أخلاقي، وهذا هو مستواكم. وخطاب الكراهية يكشف ضيق الأفق أكثر مما يسيء إلى كل من تستهدفونه. المغرب لا يحتاج شهادة من الحاقدين، وإنجازاته تتحقق في أرضية الميدان لا في منصات التعليقات. والتاريخ يكتبه أصحاب الإنجازات ولا لا أصحاب الشتائم. إذا كنتم صادقين في حب أوطانكم فساندوا منتخباتكم واحتفلوا بانتصاراتها واعملوا على نقدها وتطويرها. أما أن تجعلوا المنتخب المغربي محور حياتكم الرياضية فأنتم تمنحونه من الاهتمام أكثر مما تمنحونه لمنتخباتكم الضعيفة. احترموا المنافسة، فالأمم تعرف بالأخلاق، وأخلاق جماهيرها قبل كل شيء، قبل بطولاتها. والكراهية إن لم تكن يوما طريقا إلى المجد. وهذا يبين على مستواكم وعلى ضعفكم وعلى جهلكم بأبجديات التفاهم واللغة والحوار. تساهمون في نشر الكراهية بأي منطق هذا؟ كل ما هو مغربي دعونا نحاربه، كل ما هو مغربي دعونا ننتقد منه. انتقدوا كما شئتم، فأنتم ومنتخباتكم الضعيفة جدا لا تسوون شيئا. وخير دليل إنجازات المنتخب المغربي جعلت من كأس العالم يبدو سهلا للبعض، لكن مستوى منتخباتهم وضح لنا كمية الإخفاقات التي لدى منتخباتهم، وكمية الإخفاقات التي لدى إعلاميين الذين لا يحملون من الإعلام سوى الاسم. وهذا أمر واضح وجلي في كل مرة أشاهد الإعلام الطرف الآخر. دعوني لا أسمي أي طرف باسمه لأنهم لا يستحقون أن أذكرهم على لساني. هذه أول مرة أشارك في هذا الحوار الذي غالبا لن يكون مثمرا، لأن الطرف الآخر جاهل ولديه تعصب أعمى لكل ما هو مغربي. فالمغرب سيبقى مغربا، والمغرب بصحرائه وبشعبه سيبقى حرا أبيا. أما أنتم فتخلصوا من عقدتكم وتخلصوا من هوسكم بنا، فنحن لا نحتاج تشجيعكم ولا نحتاج لكلامكم ولا نحتاج لأي شيء منكم. يكفينا فخرا أننا أول منتخب عربي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم، وربما هذا الإنجاز لن تشاهدوه في حياتكم لمنتخباتكم الضعيفة التي حصلت على كؤوس بطريقة أو بأخرى. وأما نحن فسنبقى دائما أحرارا، وسنبقى دائما نشجع من يحترمنا. أما من لا يحترمنا فلا تشجيع لنا ولا كلام لنا معهم، لأنه فقط مجرد غثاء لا يفيد الناس في شيء. سلام عليكم.